كثير ما نسمع عن مقولة القناعة كنز لا يفنى، لكن نبغى نعرف اليوم وش معنى القناعة وكيف نصل إلى هذا المفهوم أو نطبقه. من كذا رأي من كذا جهة. القناعة اصطلاحا هو حالة من لا يطلب المزيد والرضا بما لديه. أهل تطوير الذات، وهذا رأي مهم جدا، يقولون أنه المعاناة تأتي من الاشتهاء، أوقف الاشتهاء تنتهي المعاناة. كلام جميل جدا، ينهينا عن البعد، يعني في الخوض فيما لا نملك. يعني الله سبحانه وتعالى حرم علينا قبل في ديننا الحنيف أنه أصلا نغض البصر، هذا في حالة بس في الرضا سواء بين الزوجين. وهذا خلونا نطبقها على الرضا بين الزوجين. غض البصر ينهي لك المشكلة، كما يعني شوف طبقت كل المفاهيم طبقتها في غض البصر، اللي هو أنه أصلا أنت تمنع نفسك من الاشتهاء عشان تنتهي المعنى. الله سبحانه وتعالى خلق النفس هذه ويعرف وش سرها وش يرضيها وش اللي يتعبها، فاختصرنا الطريق وغض البصر. طيب في حالة انك انت ما غضيت البصر وشفت يعني واشتهيت انسانة جميلة شفتها في التلفزيون، او اشتهيتي واحد ذا، يعني اقصد انه يكون زوجك او يكون زوجك، يعني مو الاشتهاء المفهوم يعني بالعامي. وصرت تكره او تبغضين زوجك او تبغض زوجتك. كيف نطبق فكرتي انا في الوصول الى مفهوم القناعة؟ أقول نحط الاثنين كأنهم قالبين، نحط الزوجة أو الزوج اللي أنا هم لي ونصف الآخر في جانب، وأرى الجوانب الإيجابية فيهم، وأشوف سلبيات اللي نحن شفناهم وعجبنا فيهم، سواء مشهور أو مشهورة أو ممثل أو ممثلة. هذاك وهذيك لهم لكل الناس خصوصياتهم مفضوحة ومنتهية، وعندهم من المشاكل أو الانشغالات عنك بما لا يغرك أن أصلا يعني تشوفين اللي تشوفينه كله هذا شيء هو يحبون يعني يوضحون لكم غير الشيء اللي هم أصلا عايشين فيه. أما هذا زوجك ولد ناس ويحبك وفي شيء ما هو كرامة، ورجال يعرف أهلك ويقدرهم ويقدر أهلك، ولو يستحي إنك تشتكي أهلك قديش في مميزات مش عد وش أقول. وهي نفس الكلام، فيها طيب وفيها غيره وفيها دين، وتشوف صلاتها وتشوف عبادتها. أقنعوا باللي تشوفونهم واللي تعرفونهم. طيب نجي نوصل على صعيد مثلا الممتلكات، يعني مثلا عشان نشكل، عشان يقولون دائما يتكلم على زوج. واحد سيارته بسيطة على قد 4 سلندر وش ما كانت، سواء كان بيكوريلا وش، وهناك شاف في السيارة جي كلاس أو رولز رايز، هناك ما أنت قادر على مصروفه.